مساء الخير حبايبي متابعيني الكرام، صفحة تكات وصفات دندونة. بصوا انا بعمل حاجة كده بقالي فترة طويلة قوي، والفضل لماما الله يرحمها ويغفر لها يا رب. يعني انا خدتها منها، هي كانت بتعملها بالليمون بالبرتقال باليوسفي، اي حاجة عندك. احنا طبعا اهو انا اللي متاح عندي دلوقتي اللي هو البرتقال، عصرته ارميه؟ لا طبعا مرموهوش، استفاد منه. حطيت ميه وهسلقه وهسيبه لما يستوي خالص. اوكي، يلا بينا بقى، مش هضيع وقتكم. اديني اهو عملته اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، ضربته في قلب الخلاط وحطيت عليه مكونين اتنين بس، اللي هو بيكربونات الصوديوم وده شكلها، وحطيت عليها ملح الليمون وهو ده شكله، اللي هو ده ملح الليمون. بتجيب الحاجات دي من عند العطار او من السوبر ماركت. اوكي، هتحطيها وهتضربيهم كويس قوي وهيبقى بالمنظر الجميل ده. نعمل بقى ايه بقى؟ ما نسيبوهوش بره، لان خلاص كل سنه وانتم طيبين، احنا دلوقتي بقينا في الصيف. فنعمل ايه؟ يا تحطيه في الفريزر يا تحطيه في التلاجة، في اخر رف في التلاجة، تعبيه في قلب برطمانات بلاستيك زي كده، ونيجي بقى نروح حاطين منه معلقه كده اهو. ممكن تحطيه كمان في الشركن بتاع الاواني بتاعك اهو، وهحط عليه شويه مسحوق اواني اهو، واروح مقلباهم كده اهو، وهحط عليهم ميه. بصوا بقى انا بحطه كمان في ايه؟ في الكتل. بصوا اهو، بصوا انا حطيته في الكتل، بصوا اهو. وهوريكم الكتل بعد ما غليت فيه البتاع ديت، هتلاقوه قشطه قشطه كده زي الفل. بصوا قلبه، بصوا قلبه، بصوا التكلسات اللي كانت فيه، بصوا ما شاء الله بقى زي الفل ازاي. بصوا بقى بيلمع ازاي، بصوا بصوا شايفين قلبه عامل ازاي. حطيت معلقه واحده بس وحطيت شويه ميه وبقى بالمنظر الجميل ده. هنيجي بقى تاني بقى ايه، عندك مثلا كوبايه ولا حاجه ازاز، انا اهو ريحته طبعا مش حلوه، كنت مخلله فيه. وادي العلبه دي ريحتها طبيخ، فهنعمل ايه؟ ادي الخلطه اللي احنا عملناها وحطينا عليها سخنه، نحط عليها سخنه، وزي ما انا ما قلت لكم ادي لفت الايه اللي هي الحاجات اللي هي ازاز اهي اهي. بصوا هوريكم بقى الدنيا عامله ازاي. سامعين النظافه، سامعين اهو، وهتلاقوها بتفرق. بصوا النظافه، بصوا دي طبعا بنفرق. وادي البرطمان اهو، هي سخنه جدا اهو، هتفك برضه نفس الطريقه اهو. تمام، سامعين صوت النظافه؟ دي اعمليها واعتمديها، مش هتشمي اي روائح، يعني ده انا كنت مخلله فيه وكان ريحته لفت. بصوا النظافه كله اهو، بصوا بصوا متغسل. الله، اعتمدي الطريقه دي. عندك يوسفي، عندك برتقال، عندك ليمون، اعمليه واسلقيه واستني لما يستوي خالص، وبعد كده اضربيه في الخلاط وحطي عليه ملح ليمون وبيكربونات صوديوم. الحاجات دي بتلاقيها يا اما في السوبر ماركت يا اما عند العطار، هم على فكره متداولين. وبعد كده هتعبيها في قلب علبه بلاستيك زي كده، وتروحي تاخدي معلقه وتروحي قافلاها عشان احنا خلاص في الصيف، وتروحي قافلاها وحطاها، يا اما حطاها في الفريزر يا اما حطاها في اخر رف في التلاجة. المهم انك انت ايه يعني تستخدمي تشيليها على طول، والمعلقه اللي انت تشيلي بيها لازم تكون جافه علشان خاطر الحاجات دي يعني ملهاش روح، انما ما تخليهاش بره، وهيبقى بالمنظر ده. وادي العلبه كمان اللي انا قلت لكم اهي، اللي كان ريحتها اكل اهي اهي.
ريحتها فله. اعتمدوا الحكايه دي واعملوها على طول. قصدي اعتمدوا الطريقه دي ولا ايه، واعتمدوها على طول هتدعوا لي. بصوا اهي، بصوا الصينيه الطريقتين اهي، سامعين؟ بصوا اهي، بصوا شكلها، شايفين؟ مرايه. وادي الكتل، بصوا زي الفل ازاي، مفيهوش لا اي تكتلات ولا اي حاجه. اعملوه كل اسبوع، كل اسبوع اعملوه هتلاقوه زي القشطه. يا ريت لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتشتركوا في القناه. بحبكم في صفحه تكات وصفات دندونه. باي باي، كل يوم معلومه جديده.